جايب لك بقى شويه لقطات دهب بصراحه، وفي لعيبه كتير خيبت ظني في اول الفيديو، وفي نهايه الفيديو كده شدتني بصراحه، وغيرت طريقه اللعب في كذا ماتش. يعني بص، انا مسكت لك اللعيبه ديت فردتها لك. السبع لعيبه بتوع الباكج دولت هم سبعه تقريبا، كارلوس وبريزي وديفندر، سبعه. مسكتهم بصراحه، فردتهم بصراحه في الفيديو ده وفي قبل الفيديو. يعني مش شرط يبقى كل حاجه مبينها في الفيديو. فهديك التقييم النهائي ان شاء الله في نهايه الفيديو، فما تستعجلش واسمع بقى وشوف اللقطات الحلوه واللقطات اللي تضحك زي ديت. مش عارف ميسي بيعمل ايه او بيتزحلق ليه، بس والله في لعيبه ابهرتني في نهايه الفيديو هقول لكم عليها، او انت هتشوفها دلوقتي. طبعا ميسي عمال يعقم بقاله شويه حلوين. كرتونه، كرتونه. طبعا ميسي بيرد عليا ويجيب هو اول جول في الفيديو. والله ميسي كويس، بس انا كنت متخيل ان ميسي بيقيم ريت عالي، المفروض يبقى هو التوب بتاع اللعبه بصراحه. طبعا الراجل جاب فيها جول على طول. كنت بقول المفروض يبقى التوب بتاع اللعبه بدون مقارنه مع حد. لا، النسخه ديت عليها لغز كتير، ناس تشوفها كويسه وناس تشوفها عاديه. يعني ديت انا لعبه المفروض ملعوبه في البعيده، ده شيء بديهي. مش عارف ليه بيلعبها في الضيقه، ما اعرفش ليه يعني. بيركام، بيركام والله كورته حلوه قوي. هو لعيب تقيل بس والله كورته حلوه. صعب يطلع ميس باص، صعب جدا. فلو واحد عاوز ياخد منه الاستلام والباص جامد، ما بيضيع يعني الباصه باصه بصراحه. طبعا ميسي تاني بيرد عليا تاني، لعبها حلو قوي، فنشها حلو قوي. لعبها عكس جسمه ازاي مش عارف، يخرب بيته. اتمنى يا شباب اللي متفرج على الفيديو يسيب لايك ويسيب كومنت واشتراك في القناه لو انت لسه اول مره تشوف نبوان الله. كرة حلوه برضو ميسي، انفراد. كرايف، كرايف رايق. كرايف من اجمد لعيبه الباكج والله، من اجمد لعيبه الباكج هو كرايف بصراحه. جامد جدا، جامد جدا كرايف. يا عيني، يا عيني يا عم، يا عيني والله على بساطتك. ميسي ده ضحك، ده ضحك. تمام، نخش على اللقطات اللي بعد كده. بصراحة ميسي في أول ماتش أصور كان جامد بصراحة يعني. في لقطات كتير حلوة، لسه الفيديو بنسخن يعني. في لقطات كتير حلوة بصراحة. دي طبعا جول، كانت أول طلعة في الماتش فقلت ألعب عرضية. طبعا يقابلها كرايف وبوم يا ولع. كرايف يا جماعة، كرايف يا جماعة تقيل قوي. كرايف تقيل قوي بصراحة، جامد، جامد. كرايف أي نسخة ليه حلو بصراحة يعني. بيركام، الله يسترك يا بيركام. اوه، كرايف ضيعها مش عارف ازاي. بيركام يا جماعة، بيركام عاجبني قوي والله. كرتونة. دي ضاعت فعلا، دي ضاعت والله مش تركيب. ده بقى من اللعبه اللي صدمتني. اللي هو كان بادئ معايا الفيديوهات وحش جدا، وكنت طالع اشويه. طبعا جه جول. كنت بقى اول ماتشين ثلاثه كرتونه ده طلع روحي، وتقيل زي ما انتم شايفين كده، وما بيعملش حاجه وبيضيع وكلام من ده. في نهايه يعني في النص التاني من الفيديو يا باشا، راجل المباراه وجايب هاتريك، بص مكسر الدنيا. هتشوفوه دلوقتي. كان فاق قوي، فاق جدا. والله يعني انا استغربت. العرضيه وكرتونه بوم جول. ده بقى بدايته معايا، دي كانت بقى بدايته معايا في الانطلاقه. كان جامد، كان جامد جدا جدا جدا. اللي انا مبسوط ان انا لعبت ناس كتير لعيبه مصنفه، والحمد لله اللعبه دي كانت مستجابه يعني قشطه، ايزي. لا يعني حتى اللعيبه المغموره من الباكج ادت بشكل كويس جدا، على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم وعلى مستوى الوسط بصراحه. باريسي، بوم يالا. طبعا انفجر معايا، انفجر بمعنى الكلمه بصراحه. احتفاله ده اللي كارثه. خلاص يا جد، خلاص يا جد. جامد، من ابهرني يعني. ده من اللعيبه القليله من السبعه
اللي كنت معتقد ان هو ده المستوى، لا قفلت الفيديو وانا راضي عنه. لا يمل ولا يهزر، ما بيهزرش ده، جامد. لا هو شووت قوي. بس فكرة والله يا جماعة، أي لعيب في اللعبة الفكرة كلها إن أنت تفهمه، تعرف هو مميز في إيه وسلبي في إيه، تتجنب السلبيات وتلعب على الإيجابيات، تشوفه أحسن لعيب في اللعبة، مش مبالغة. أي لاعب يعني ديت مد رجليك، لو مهاجم خفيف كان طلع مد رجليك جول، فدي سلبية من سلبياته، اللي هو ما تسقطلهوش، لأن في احتمالية إن الكرة تبعد عنه. قريب طبعا ما بيضيعش الحاجات ديت. كانتونا محتاج تلعب في رجليه وشوط، العب في رجليه او العب قدامه على طول وهو يشوط، هيوديها هيوديها. لا الرجاله بصراحه روقت عليا وعجبتني. ماشي. الراجل ده كنت 3-0 جاب فيها جولين، قلت خلاص ارجع في المباراه، لسحته بعد كده بقى، فقت عليه بصراحه. شوف، يا عيني يا عيني على كرايف والثرو، وكانتونا جول. شوف الثرو من كرايف، يلا. شوف الثرو، ومعدي من مين؟ من ريكارد. الثرو معدي من ريكارد اللي هو، يا عيني يا عيني يا ميسي. وقريب ما بيضيعش الحاجات ديت، بيلعبها ارتو بالباطن، ازاي مش عارف كده ارتو. قصة تانية، قصة تانية والله. الغريب بقى ان هو ضيع وقت، يعني انا جبت 5، هو عمال يضيع وقت. انا مش قصص حاجة من الجزء ده، زي ما انتم شايفين عمال يضيع وقت. طبعا هجيب جول دلوقتي مسخرة بميسي، جول حلو قوي. هو عمال يضيع وقت، انا مش فاهم ليه. إيه يا عم الحاج، اللي هو يا ابني انا الكسبان يا ابني، ما تكمل كمل بقى وبتاع. طبعا دلوقتي هو هيعليها، فانا قطعت. جول حلو من ميسي بصراحه، وكنت هجيب جول تاني. يا عيني يا عيني، فكرني بجول محمد زيدان في الجزائر 2010 تقريبا، 2010 6-2 برضه. كان بيماطل كده بالكوره مش عارف ليه، اللي هو واقف على سن الحكم هيصفر، فانا خدتها ورحت بقى بالكرتونه، بس ما اعرفش ده ازاي والله، وبوم جيت في نص الجول. كان هيبقى عامل اداء تاريخي. مباراة كانت جامدة قوي برعاية كانتونا. بس يا جماعة ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. وبالنسبة لرأيي والله الباكج حلو جدا، اللعبة كلها 10/10، بس ما كنتش، مش ده اللي كنت متوقعه. سلام.